عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. يقول: كثير من الناس يغتر بالمدعو سعيد الكملي ويظنون أنه من أهل السنة. شيخنا، نرجو من فضيلتكم بيان حال هذا الرجل. الله المستعان. هذا الرجل من أهل البدع الذين يخترق بهم الناس الآن. فتذكرون محمد الحسن ولد الددو كيف بدأ في موريتانيا وانطلق منها إلى ربوع الأرض بإظهار بعض المحفوظات والتمكن من اللغة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك اكتشف أنه أشعري صوفي مبتدع صحوي خارجي إخواني. اجتمعت فيه تلك البلايا، ومثله تماما بتمام هذا الكملي المغربي الذي يحسن السرد والحفظ، ولكن عقيدته أشعرية، ووقفنا له على أخطاء كثيرة. وهو صوفي وينزل على الصوفية ويتعامل مع أهل البدع الكبار، فهو أخوهم ومنهم وفيهم، وتجده على قنواتهم وتجده مقدما لديهم ويستدل بكلامه. فإن شئت أن تقول هو سروري وجدته سروريا، وإن شئت أن تقول صوفي وجدته صوفيا، وإن شئت أن تقول إخواني وجدته إخوانيا، وهكذا. هم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر اختراق أهل السنة من قبل أهل البدع طوائف كثيرة. فتجد هذا محمد راتب النابلسي، وتجد الآخر عمر عبد الكافي، وتجد محمد الحسن ولد الددو، وتجد سعيد الكملي هذا، وتجد بخلاف طبعا عائض القرن وسفر الحوالي وناصر العمر وهذا القطيع. وتجد نخترق مثلا بهذا السفيه التافه وسيم يوسف، ونخترق كذلك بعمر خالد الجاسوس خريج جامعة ويلز البريطانية، العميل البريطاني ليدمر أمة الإسلام تحت شعار صناع الحياة وشعار ماسونية رهيبة، ولا زال يخترق بعض الناس. وتجد مصطفى حسني عندنا في مصر، شاب ذيل لعلي جمعة الصوفي، فينشر الأفكار بين الشباب. وتجد عندنا من عنده بعض خطل وخلل، ويظل زمانا يدور ما بين الصواب والخطأ، ثم يظهر ما يبطنه بعد حين. خالد الجندي أخذ وقتا حتى كشف. وعندنا عبد الله رشدي أزهري أيضا كشف. القطيع كثير. فأخي بارك الله فيك، عليك بالراسخين من أهل العلم والسنة، عليك بالأموات الذين ماتوا وشهد لهم العالم كله بأنهم علماء أفذاذ كالإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الوادعي. وعليك بالأحياء الذين هم على طريقهم وسبيلهم كالإمام الفوزان والإمام عبد المحسن العباد والإمام ربيع بن هادي والإمام شيخ الإمام فركوس وشيخ محمد بن هادي وغيرهم ممن هم على هذه الطريقة المعلومة في العقيدة وفي المنهج وفي نشر السنة ونصرها. أما هؤلاء الأغمار الذين يلمعون ويزينون في نواظر الطلاب الصغار أو العوام
فيكسبون أرضا. عندك يعني مؤخرا شاب حقير تافه خارجي لم يكن يعني منتسبا حتى لطلب العلم، محمود الحسنات، هذا خارجي مبتدع ضال مثل خالد الراشد، ولكنه خرج يصرخ في الناس ويهيج، وهو مشهور بكلمة أماه يصرخ بها هكذا في كل شيء، يعني حتى لو كان الموضوع لا علاقة له ببر الأم، ولكنه هكذا صراخ وعويل وتزيين يستقطبون بذلك العوام والجهال والأفراخ الصغار الذين يرجى لهم أن يطلبوا العلم ويستقيموا على نصرة التوحيد والسنة، فإذا بهم يسيرون خلف هذا الدعي وخلف هذا المبتدع وخلف هذا الغوي، وتضيع هذه الجهود المبذولة لنصرة الحق في هؤلاء العوام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يغفر لنا تقصيرنا، فنحن نشعر بالحزن كلما وجدنا الشباب ينتقلون من هنا إلى هناك وراء يعني ضلال ومشاهير يعني يسوقونهم إلى حتفهم ويخنقونهم بهذه الأفكار تذهب أرواحهم وتذهب أعمارهم وتذهب ديانتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العمل بما نعلم، وعلى نشر التوحيد والسنة، وعلى اجتناب أهل البدعة، واحذر هذا القطيع المميع الذي يقول لك اسمع منه الحق ودعك من الباطل. أيها الجاهل، وهل تميز الحق من الباطل؟ أيها الجاهل، كيف تضع نفسك في وجه الطوفان ثم تقول سأستطيع السباحة؟ سبحان الله. كيف تضع نفسك في موطن الشبهة ثم تقول أنا أقدر أن أواجه؟ هذا من البلاء والله، وهذا نشره عدنان عرعور ونشره يعني الحلبي، وهؤلاء يعني والله كثروا جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.